يتساءل الجميع حول معرفة حقيقة وفاة الشيخ خالد الراشد. من المعروف أنه عالم في العقيدة والحديث والمجاز، مختص في العلوم الجنائية من إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وهو داعية إسلامي سعودي وباكستاني الجنسية، خطيب وإمام جامع فهد بن مفلح السباعي بالخبر. ولد في المملكة عام 1970، ويختص بدراسة العلوم الجنائية بأمريكا. اشتهر بخطبته الشهيرة بعنوان يا أمة محمد، الذي انتصر فيها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد انتشار مجموعة كبيرة من الأخبار المسيئة له. حتى الآن لم يتم تأكيد أو نفي خبر وفاة الشيخ خالد الراشد، حيث انتشر خبر وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا أن هذا الخبر يبقى غير صحيح طالما لم يؤكد أحد أفراد أسرته أنه توفي. والجدير بالذكر أن الشيخ خالد اعتقل في إحدى السجون المملكة منذ عام 2005، وحتى الآن لم يتم الإفراج عنه، على الرغم من أنه قضى مدة سجنه التي بلغت حوالي 15 سنة. لا يعرف أحد مكان وجود الشيخ خالد الراشد، حيث قد حكم عليه من قبل بالسجن في المملكة العربية السعودية نتيجة لأنه طالب بإغلاق الحكومة الدنماركية فيها، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه حتى الآن. وسابقا قد أعلنت حكومة جنوب أفريقيا أنه تم ترحيله إلى دولة باكستان، وهناك الحكومة الباكستانية قد أكدت أن الشيخ خالد الراشد قد وصل بالفعل إلى الدولة. والجدير بالذكر أنه في عام 2006 صرحت منظمة المناصرة أن الشيخ خالد الراشد معتقل في أحد السجون بكوبا. وفي عام 2007 أوضحت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان أن الشيخ خالد الراشد لا يزال رهن الاعتقال السري في أحد سجون باكستان، لكن حتى الآن إلى يومنا هذا لا أحد يعرف أين يوجد الشيخ خالد الراشد.